إزاي الزلزال بيحصل؟ الزلزال بيحصل نتيجة حركة الطبقات التكتونية في القشرة الأرضية، يعني القشرة الأرضية بتكون عبارة عن طبقات كده، لما بتبتدي الطبقات دي إنها تتحرك بتحصل فيه هزة خفيفة في القشرة الأرضية ويحصل هزة خفيفة في الأرض، لكن إحنا مش بنحس بيها لأن دي بتحصل طول الوقت. إنما الهزة الأرضية أو الزلزال بتكون نتيجة إن الطبقات دي يا إما اتحركت بسرعة فحصل حركة، حصل هزة جامدة عملت طاقة جامدة فعملت لنا الهزة الأرضية أو الزلزال، يا إما بتكون نتيجة إن الطبقات دي أحد الطبقات عملت احتكاك مع حواف الطبقة التانية فحصل طاقة شديدة جدا أو طاقة هائلة عملت الهزة الأرضية فحسينا بالزلزال. الزلازل ممكن تكون نتيجة انهيار مثلا للصخور أو للجبال أو للكهوف، فممكن ساعتها تحصل هزة أرضية نتيجة الانهيار دوت. ممكن كمان الزلازل المستحدثة، يعني إيه؟ يعني الإنسان لما بيعمل حاجة زي ملء السدود مثلا أو حاجة زي كده ويحصل انهيار للسد ده، ممكن تحصل هزة أرضية أو يحصل زلزال. كمان ممكن بسبب البراكين تحصل هزة أرضية، البركان لما يفور في الأماكن اللي فيها البراكين ممكن يعمل لنا هزة أرضية شديدة جدا. أشهر زلزال حست بيه مصر كلها كان زلزال 92. الزلزال ده كان مقياسه على مقياس ريختر 5.8، ولأن المركز بتاعه كان في دهشور قرب الجيزة فهو كان زلزال مدمر، هو فعلا عمل تدمير لحاجات كتير جدا في مصر، في حاجات اتدمرت زي المدارس زي البيوت السكنية، حصل تدمير كبير قوي في الزلزال ده. طيب لما يحصل زلزال المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ابسط قواعد السلامه اللي احنا نعملها، ما نستخدمش الاسانسير ابدا، ما ننزلش على سلالم، لما نكون في مكان نفضل مكاننا لحد ما الزلزال ينتهي. زلزال 92 حصل 30 ثانيه ودي كانت مده كبيره جدا على قوه الزلزال وقرب مركزها. ممكن كمان لو انت موجود في مكان فيه ترابيزه او اي حاجه خشب او حديد تنزل تحتها علشان لو حصل لا قدر الله انهيارات في السقوف تبقى حامي دماغك من انها تتعرض للاذى. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلادنا من الزلزال ومن الكوارث الطبيعيه.